اليومين دول بتتكلم كتير، يقول لك احنا اقدم منكم واحنا اللي عندنا كذا وكذا. طب تعالى نسأل نفسنا سؤال بسيط كده، مصر كانت فين وانت كنت فين؟ مصر يا صاحبي مش بلد اتولدت امبارح، دي حضارة بقالها اكتر من 7000 سنة. 3100 قبل الميلاد الملك مينا نيرامار جمع الشمل بين الشمال والجنوب وعمل اول دولة في التاريخ كله. وقتها العالم كله ما كانش يعرف يعني ايه نظام ولا حدود. احنا اللي بنينا اول جيش واول قانون واول حكومة في الدنيا كلها. في 2700 قبل الميلاد امحطب اول مهندس في التاريخ بنى اول هرم في سقارة، وبعدها بقرون اتبنى هرم خوفو اللي لحد النهارده واقف بيتحدى الزمن كله. ولا اقول كل الدنيا بتحاول تفهم اتبنى ازاي. محدش قادر يقلد العقل اللي بناه. احنا اول ناس كتبنا واول ناس حسبنا الزمن واول ناس علمت الدنيا كلها يعني ايه علم وتنظيم، من ايام الفراعنه لمحمد علي ولحد نصر 73. مصر دايما في الصوره، ما اختفتش ولا يوم. فتيجي النهارده وتقول لي احنا اقدم منكم؟ طب افتح اول صفحه في التاريخ وشوف مكتوب فيها اسم مين. مكتوب فيها اسم مصر، والباقي بعدها بالاف السنين. اما حكايه الفلوس بقى، الفلوس بتيجي وتروح، بس التاريخ بيتحفر في الحجر وبيفضل شاهد على اللي عمله المصري. اما بالنسبه لغزه فمصر عمرها ما قفلت بابها، والله عمرها ما قفلت بابها في وش حد. بس مصر الدوله دي دوله مسؤوله، بتحافظ على حدودها وبتتحرك بالعقل مش على اهوائكم، مش بالعاطفه ولا بالتاريخ. واللي عارف التاريخ عارف ان مصر عمرها ما سابت حد وقت الجد. فلو جاي تتكلم عن الحضاره احنا الاصل، ولو جاي تتكلم عن كرامه احنا المدرسه، ولو جاي تتكلم عن القوه احنا مصر، واللي جه بعدها اتعلم منها. تحيا مصر.